ذلك الرجل ويأوي إليها. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة: انصحوا أبي، انصحوا أبي، يرد الخطاب عني وأنا والله في خطر عظيم. انصحوا أبي فأنا والله على خطر عظيم. تعتذر البيوت بصغر الفتيات. تناسى هؤلاء أن أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي ابنة 9 سنوات. من الأعذار الواهية: أريدها أن تكمل التعليم. أقول: وهل التعليم أهم من الزواج؟ ولسنا ضد التعليم أصلا، ما المانع أنها تتزوج وتكمل تعليمها؟ أمهات الجيل الماضي لا يقرأن ولا يكتبن، وخرجنا أجيالا من أحسن الأجيال. ما ضرهن والله أنهن لا يقرأن ولا يكتبن. تقول إحداهن: كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي، ردهم بداعي أريدها أن تكمل تعليمها. تخرجت، قال أريدها أن تكمل الوظيفة، ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقلون عني وهو يردهم بأوهى الأعذار، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40، حتى بلغت 40 من العمر، فجاءته الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، ساعات الاحتضار. حينها يتذكر الإنسان ما قدم وما أخر. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت: والله لن أسامحك، والله لن أسامحك. صويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران ال4، والله لن أسامحك. مت غير مغفورا لك، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك. وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي. والله الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت المسلمين فيه 7 فتيات تجاوزت أعمارهن 30 ولا زال يرد الخطاب طمعا وجشعا وظلما وعدوانا، تارة صغيرة وتارة أريد منها أن تكمل التعليم. أي تعليم هذا؟ ثم من أعظم الأسباب الجاهلية التي تفشت بين الناس اليوم بين حضر وبدو وقبلية. هذا لا يزوج فلان وهذا لا يقبل